ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدا مع بعض النهارده الدرس التاني عندي في اليونت 2، والدرس التاني بيكلمني على الكاينيتيك انرجي. خدنا عنها نبذه صغيره واحنا صغيرين، وهنكمل عليها دلوقتي بتفاصيل شويه. الدرس ده اوريدي مكمل معايا على الدرس اللي فات بتاع البوتنشال انرجي، يا رب نكون ذاكرناه وعملنا الهوم ورك بتاعه وحلينا الاكزام. وقلت لكم كل ده هتلاقوه على اللينك على المنصه، واللينك بتاعها في الديسكربشن تحت الفيديو اللي احنا بنتفرج عليه. عايزه تركيز منكم، لان غالبا احنا هندخل في امتحان الشهر لحد الدرس ده، فعايزين نركز عشان بعد الدرس ده احنا عاملين امتحان على المنصه، امتحان كبير كده، اسئله كتيره جدا من اول درس لحد الدرس بتاع الكاينيتيك انرجي. هيبقى اسئله كتير هتلاقوها ورا بعضها ومحتاجين نحلها. يلا بينا نبدا النهارده ونشوف الدرس بتاعنا بيتكلم عن ايه، وان شاء الله الدنيا هتبقى سهله وبسيطه ومش هنكلكع الدنيا زي ما احنا متعودين. يلا بينا نتكلم على الكاينيتيك انرجي النهارده. ازيك يا حلوين؟ نبدأ درسنا النهاردة، واللي كان ليه هنت كده أول الحصة بالعربية اللي بتمشي والقلم اللي بيقع والحاجات دي. ايه معنى اللي احنا عملناه ده؟ لو جيت سألتك الدرس اللي فات، احنا خدنا انرجي اسمها البوتنشال انرجي، وعرفنا دي الستورد انرجي انسايد اوبجكت، وعرفت ان هي بتتأثر بفاكتورز، وعرفت دنيتها كلها واتكلمنا عليه بالتفصيل. وعرفت ان كل ما الاوبجكت بيحصل له هايت كده، الارتفاع بتاعه بيزيد، كل ما البوتنشال انرجي الستورد جواه بتزيد. وقلت ان هو دلوقتي عنده بوتنشال انرجي، صح؟ قال لك ايوه. طيب وانس ان انا يا شباب كنت بقول لكم زمان في سنه رابعه واحنا واخدين الدرس ده، وانس ان الاوبجكت ده بدا يقع او بدا يتحرك، ايه اللي حصل؟ قال لك بدا كل البوتنشال انرجي المتخزنه جوه دي تتحول تاني لنوع تاني من الانرجي اسمها كاينيتيك انرجي، لطاقه حركيه، وهي الطاقه اللي الاوبجكت بيأثر عليها وهو بيتحرك. طيب يبقى لما اقول لك العربيه دي لما انا ابتدي ادوس عليها كده، هي اوريدي عندها دلوقتي بوتنشال انرجي، وانس اني بدات اشتغل عليها اتحولت لايه؟ لكاينيتيك انرجي. طب يعني ايه كاينيتيك انرجي؟ قال لي ده الورك دان during the motion of an object، دي عباره عن الشغل اللي حصل اثناء حركه الاوبجكت بتاعي. يعني دلوقتي الاوبجكت ده بيتحرك حبه وصح، قال لك الورك اللي حصل اثناء ما الاوبجكت ده بيتحرك اسمه كاينيتيك انرجي. يبقى لما اقول لك what is meant by kinetic energy، هتقول لي مس نغمه kinetic energy the work done during the motion of an object، الورك اللي حصل اثناء ما الاوبجكت ايه؟ بيتحرك. طب هل لي معنى تاني؟ قال لك قال لك دي الانرجي occurred by an object as a result of its motion، كنتيجه للحركه بتاعته. طيب زي الفل. لو جيت دلوقتي كلمتك يا عسل على اللي ممكن يأثر على الكاينيتيك انرجي، بس نغم احنا واخدين المره اللي فاتت ان البوتنشال انرجي كان بيأثر عليه حاجتين، ويت وهايت، وعرفنا ان لما الويت بيزيد او الهايت بيزيد كانت البوتنشال انرجي بتزيد. برافو عليكم. طيب ايه الفاكتورز بقى اللي ممكن تأثر لي على الكاينيتيك انرجي؟ قال لي الفاكتورز اللي بتأثر لي على الكاينيتيك انرجي عندي حاجتين، الماس والسبيد. ماس وايه؟ وسبيد. طيب مش فاهم معايا بقى. احنا خدنا المره اللي فاتت ان البوتنشال انرجي كل ما كانت بتزيد كل ما كانت الديستانس بتزيد، ولا سوري الهايت بيزيد والويت بيزيد. طب لو جيت دلوقتي اتكلمت على الكاينيتيك انرجي وجبت تو كارز حجمين مختلفين من العربيات، عربيه صغيره وعربيه كبيره، لو جيت قلت لكم دلوقتي مين ممكن يعمل كاينيتيك انرجي اعلى لما يبتدي يتحرك؟ استنوا نشغلهم من الاول عشان نعمل عليهم بنفس الفورس. مس نغم الكبيرة اتحركت أسرع، حلو. طيب بس أنا مش فاهم، عايزة أعملها بطريقة تانية. دلوقتي أنا عندي تو بوكسز أهو حطيتهم، وهأثر عليهم الاتنين بنفس الفورس بتاعت كل عربية فيهم. إيه اللي هيحصل؟ لو جينا بصينا على المفروض البوكس اللي حركوا العربيه الاولى والبوكس اللي حركوا العربيه الثانيه، هنلاقي ان العربيه الكبيره اثرت على البوكس بتاعها بقوه اكبر بكتير من اللي اثرت عليه العربيه الصغيره. العربيه كانت واخداها وماشيه، والعربيه دي يا دوب حركتها حركه بسيطه. طب ايه السبب؟ قال لك ان عندي كل ما الماس بتزيد كل ما الكاينيتيك انرجي اللي عندها بتزيد. يعني ايه؟ يعني الماس بتاعت العربيه دي زادت، صح؟ انا لما اوريدي اثرت عليها وخليتها تخبط الكرتونه، ايه اللي حصل؟ لما انا اثرت عليها وبدات تخبط الكرتونه وخدتها معاها واتحركت، معنى كده ان الكاينيتيك انرجي بتاعتها ايه؟ زادت. كل ما الماس بتزيد كل ما الكاينيتيك انرجي بيزيد. طب نفس العربيه لو انا رحت محركاها العربيه الثانيه صغننه وخليتها تتحرك، هل اثرت على البوكس بنفس القوه اللي اثرت عليه العربيه الكبيره؟ اكيد لا. فقال لك ان انت عندك كده كل ما الماس بتزيد كل ما الكاينيتيك انرجي بتاعتك بيحصل لها ايه؟ بتزيد. يبقى انا عندي كل ما الماس بتزيد كل ما الكاينيتيك انرجي بيحصل لها ايه؟ بتزيد. طيب يبقى انا مسنغم كده كل ما الماس عندي زادت كل ما الكاينيتيك انرجي بتاعتي زادت. طيب
هل السبيد بيحصل لها ايه علاقه السبيد بالكاينيتيك انرجي؟ يعني يا مس نغم السبيد عندي لما ازود السبيد بتاعه العربيه هل الكاينيتيك انرجي بتاعها هيزيد ولا هيقل؟ سبيد دي يعني سرعه وكاينيتيك انرجي يعني حركه، معنى ان السبيد زادت ان الحركه اكيد هتزيد، فطبيعي ان الاثنين ده زاد ده زاد. بس برضو خلينا نشوف لو انا وصلت على الاثنين بنفس الفورس وخليتهم يتحركوا اكبر، الكاينيتيك انرجي هنا لما زادت السبيد حصل لها ايه؟ زادت معاها. والسبيد لما زادت هنا زادت لي في العربيه دي خليتها تتحرك معاها بكتير. يبقى انا عندي كل ما السبيد زادت كل ما الكاينيتيك انرجي زادت، والعكس صحيح. يبقى انت عندك دلوقتي تو فاكتورز اثروا لك على الكاينيتيك انرجي، ايه هما؟ السبيد والديستنس والماس. السبيد وايه؟ والماس. الماس زادت الكاينيتيك انرجي زادت، والسبيد زادت الكاينيتيك انرجي برضو زادت، والعكس صحيح. طيب هو اليونت بتاعه الكاينيتيك انرجي زي ايه؟ زي البوتنشال انرجي بالظبط، كلهم بيتقاسوا بوحده الجول. يبقى انا عندي الكاينيتيك انرجي بتتقاس بوحده الجول، وعندي تو فاكتورز بيأثروا عليها، الماس والسبيد. الماس وايه؟ والسبيد. يبقى لو الماس زادت الكاينيتيك انرجي زادت، ولو السبيد زادت الكاينيتيك انرجي ايه برضو؟ زادت. يا رب الحته دي تكون مفهومه وتكون الدنيا دي ظبطت معانا. طيب كده الدنيا واضحه الى حد ما، يبقى انا كده عرفت الفاكتورز اللي بتاثر على الكاينيتيك انرجي والميجرنج يونت بتاعتها. طب ايه الرولز اللي بنشتغل عليه في الكاينيتيك انرجي؟ كنا واخدين رول زمان برضو واحنا في سنه رابعه، بيقول لك ان الكاينيتيك انرجي ايكوال هاف ام في سكوير. طب هو ايه القانون الغريب ده؟ ثواني بقى نشتغل مع بعض ونحلل اليونت ده شويه شويه. طيب المفروض ان انا خلاص عرفت ان القانون بتاع الكاينيتيك انرجي عندي هاف ام في سكوير. طب يا مستغرب بعد اذنك انا عايزه اعرف هو الهاف ده جاي منين؟ مالكش فيه، لان الهاف ده جاي من اشتقاق قوانين كتير قوي. الكاينيتيك انرجي ده قانون مشتق من قوانين تانية، وعشان كده بنلاقي ان الفي سكوير ده برضو نتيجه اشتقاق من قانون تاني، فلما وصلنا بقت في الفي سكوير، والهاف دي برضو نفس الكلام. فانت عندك القانون بتاعك هتحفظه كده لحد ما تكبر وتبقى في ثانويه عامه ان شاء الله، وهتعرف في الفيزيكس القوانين دي اصلها ازاي. يبقى انا دلوقتي عندي ان الكاينيتيك انرجي ايكوال ايه؟ هاف ام في سكوير. هاف ايه؟ ام في سكوير. طيب لما يجي لي اي بقى قانون، يبقى انا دلوقتي عرفت ان لو الكاينيتيك انرجي زادت الماس هيحصل لها ايه؟ طبعا هتزيد. طب لو الكاينيتيك انرجي زادت برضو الفي سكوير هتزيد. طيب ركز بس ان انت عندك الفي سكوير مش في واحده، لان لو انا جيت قلت لك ايه اللي هيحصل لو الكاينيتيك سوري ايه اللي هيحصل دلوقتي للكاينيتيك انرجي لو انا زودت الفي سكوير دي للدبل. الفي سكوير انا زودت سرعتي للدبل للضعف، معنى كده ان الكاينيتيك انرجي يا مس نغم هتزيد لايه؟ هتقولي يا مس نغم طالما الفي سكوير زادت واحنا عارفين ان دي بتزيد يبقى دي تزيد يبقى ده كمان هتزيد للدبل. الكلام ده غلط. مس نغم ليه مش فاهم؟ انت عندك ان الفي هنا سكوير، الفي هنا مضروبه في نفسها متكرره، يبقى لما اقول لك ايه اللي هيحصل لو الفي سكوير دي زادت للدبل يبقى المفروض الكاينيتيك انرجي دي هتضربها في 2، يبقى هتزيد لايه؟ 4 اضعاف، يبقى هتزيد 4 تايمز. يبقى طالما عندي الفي زادت، ركز عشان زياده الفي جايه من الفي سكوير، يعني انا مش هينفع اتعامل مع الفي ان هي في واحده، لازم لما اقول ايه اللي هيحصل لو الفي زادت لاي رقم لازم اعمل حسابي ان الفي دي مضروبه في 2 او اللي هي سكوير، يعني مضروبه في نفسها، فانا لازم هبتدي اعمل ايه في الكاينيتيك انرجي؟ هضاعف الرقم برضو. تمام كده؟ يبقى لما اجي اقول لك ايه اللي حصل لو الفي سكوير دي زادت للدبل يبقى هتقول ان الكاينيتيك انرجي زادت 4 تايمز. نفس الكلام لو جيت دلوقتي قلت لك ايه اللي هيحصل لو الفي سكوير بقى دي عندي decrease to the half، قلت للنص. هي مش الفي سكوير قلت للنص يبقى المفروض الكاينيتيك انرجي هتقل. هل ينفع اقول لك انها هتقل النص؟ هتقولي لا يا مس نغم ما ينفعش. امال هتقل لايه؟ المفروض دي مضروبه في 2، يبقى لو عملت النص ده باور 2 يبقى المفروض هيديني 1 over 4 كورتر، فهتقول لي ان الكاينيتيك انرجي will decrease to the quarter او 4 times، هتقل 4 مرات او هتقل للربع. صعب الكلام ده؟ يبقى انا لازم اركز ان الفي سكوير دي في عندي مضروبه في نفسها في سكوير، لكن مش هينفع اتعامل معاها ان هي في واحده. طب العكس بقى في الماس، لو قلت لك الماس زادت للضعف زادت للدبل الكاينيتيك انرجي هتزيد للدبل عادي. طب لو قلت لك الماس قلت للنص الكاينيتيك انرجي هتقل للنص عادي، مش هقعد اعمل حوارات كتير. يبقى اللعبه الوحيده عندك هيجيبها لك فين؟ في الفي سكوير. طيب ادي القانون عندي. طيب احنا كنا عارفين ان الكاينيتيك انرجي خلاص الميجرنج بتاعتها ايه؟ جول، والماس احنا عارفينها من زمان كيلو جرام، والسبيد متر بير سكند او كيلو متر بير اور، مش بنشتغل غير بدول. طيب لو جينا بقى نشوف شويه رولز كده نشتغل عليهم، شويه اكزامبلز كده. ادي بيقول لك هنا calculate the kinetic energy of a metal pole with a mass of 2 كيلوجرام. يبقى انا عرفت كده ان الماس عندي يا جماعه بطلع الجيفن بتاعي على جنب وقلناها كذا مره ب 2 كيلوجرام. طيب وبيقول لك الموفينج سبيد اوف 3 متر بير سكند. طب ادي السبيد ايكوال في 3 متر بير سكند. عايز الكاينيتيك انرجي، يبقى الكاينيتيك انرجي بتساوي هاف ام في سكوير. ابتدي اضرب في بعض هيديك
9 جول. لو جيت حسبت السؤال ده واشتغلت على السؤال ده بيقول لك calculate the kinetic energy of a body with a mass of 600 المفروض كيلو جرام تتكتب، بس هو تحت جايبها بالجرام، معنى كده ان هي تبقى مكتوبه بالجرام. طيب 600 grams that cover a distance equal 20 in a time of 10 seconds. الديستانس اللي قطعتها 20 في 10 سكند. السؤال ده فيه لعبه كبيره بقى. اول حاجه خالص ان هو مديك الماس بالجرام، واحنا قلنا ما بنشتغلش بالماس بالجرام، بنشتغل بيها بالكيلو جرام. فاول حاجه هتقول لي ان الماس ايكوال ال 600 دي، احنا متفقين عشان احول من جرام لكيلو جرام بضرب ولا بقسم؟ صغير لما بيحب يروح للكبير بيعمل ايه؟ بيقسمه. يبقى هعمل divided on 1000 equal 0.6 كيلو جرام. طيب قال لك cover a distance of 20 in a time of 10 second، يبقى هنا هو مديك السبيد بس مفككه. انت عارف ان السبيد equal distance divided time، فهتساوي 20 divided 10 equal 2 meter per second. ومن هنا اقدر اجيب kinetic energy عادي. هتقول ان kinetic energy equal half mv square اللي هو half في الام اللي هي 0.6 في الفي سكوير اللي هي 2 باور 2 اللي هي تبقى 4 ايكوال كام في الاخر؟ ايكوال 1.2 جول. صعب الكلام ده؟ طيب لو جيت دلوقتي اقارن شويه ما بين، بس ثواني نحل السؤال الاخير ده قبل ما نقارن عشان ده مفهوم مش محلول. بيقول لك calculate the kinetic energy، عايزك تحسب الكاينيتيك انرجي ايكوال كام of an object mass، يبقى الام equal 12 moving with a speed of 1 meter per second، الفي equal 1، يبقى انت عندك الكاينيتيك انرجي equal half mv square يساوي half في 12 في 1 سكوير ايكوال كام؟ ال1 ب1 بواحد في الاخر، يبقى ايكوال 6 جول. صعب الكلام ده؟ نكمل بقى. هدخل دلوقتي على مقارنه بسرعه كده ما بين البوتنشال انرجي والكاينيتيك انرجي، وركز عشان دي مقارنه موجوده عندك في كتاب التقييمات، موجوده عندك في كتاب الوزاره، موجوده في كل حاجه، ومهمه جدا ان هو يجي يقول لك قارني ما بين ده وده باي حاجه بقى من شكل من الاشكال. وسؤال المقارنه بقى شيء دلوقتي اساسي في معظم الامتحانات. طيب قال لك الديفينيشن ما بين البوتنشال انرجي، قلنا خلاص دي الستورد انرجي، لكن دي قلنا الموفينج الورك دان اون ان اوبجكت during موفينج او الانرجي اكيورد اوف ان اوبجكت. الافكتنج فاكتورز، الفاكتورز اللي بتاثر على البوتنشال انرجي كنا واخدين اللي هي الويت والهايت، اما اللي كانت بتاثر على الكاينيتيك كانت الماس والسبيد. طيب الماثماتيكال كالكوليشن اللي هو القانون بتاعك، كنا بنقول ان البوتنشال انرجي بيساوي الدبليو في الاتش اللي هي الهايت في الويت، وانما الكاينيتيك انرجي كنا بنقول الكاينيتيك انرجي ايكوال هاف ام في سكوير، والاثنين كانت الميجرنج يونت بتاعتهم جول. طيب عايزه اعرفك ازاي ترسم ريليشن للكاينيتيك انرجي والبوتنشال انرجي بالدياجرام، وخلي بالك عشان الدياجرام ده مهم قوي لازم هتلاقيه في الاسئله. قال لك ان المفروض ان انت عندك الكاينيتيك انرجي قلنا بتعتمد على حاجتين، الماس والسبيد، صح؟ قلنا كل ما الماس بتزيد كل ما الكاينيتيك انرجي بتزيد، كل ما السبيد بتزيد كل ما الكاينيتيك انرجي بتزيد. قال لك طب مثلها لي بشكل دياجراميك. قال لك لو انت عندك المفروض ان انت بتبتدي ترسم الكاينيتيك انرجي عندك على الواي اكسس، امنا البيس بتاعتك على الاكس اكسس. نفس الكلام الكاينيتيك انرجي دايما بتقسم على الواي اكسس، امنا سواء الماس او السبيد بترسم على الاكس اكسس. طيب لما اجي اقول لك دلوقتي الجزء ده يا شباب فيزيكس، محدش يقول لي احنا بنشتغل في ماس او بنشتغل في حاجات تانية، الجزء ده جزء فيزيكس وهندرس في الحاجات دي كتير بعد كده. لو جيت قلت لك لازم اول حاجه تبتدي ترقم تبعا للارقام اللي عندك، انت عندك الكاينيتيك انرجي 1 2 3 فهرسمها 1 2 3 4 5، طب الماس 2 4 6 يبقى همشيها دبل من تحت 2 4 6 8 10 وهكذا، اللي هي الارقام الزوجيه. طيب اللي هي الايفن نمبر. طيب قال لك ان انت لما كان الماس 2 كانت الكاينيتيك انرجي ب1، ببتدي اطلع كده وابتدي اشوف الواحد فين، النقطه اتحطت هنا في النص ما بينهم. طيب لما كانت الماس ب4 كانت الكاينيتيك انرجي ب2، باجي عند ال4 واطلع لحد ما اوصل لل2، مش هنا ال2 اهي بعمل نقطه قدامها. طيب الماس كانت ب6 لما الكاينيتيك انرجي ب3، ببتدي اطلع عند ال6 واقف قدام ال3 اهو، وهبتدي مشد خط بالمسطره ما بينهم الاثنين. دي الماثماتيكال ريليشن شيب، ودي اسمها دايركت ريليشن، لان احنا اتفقنا ان العلاقه بين الماس والسبيد علاقه دايركت، علاقه ان ده بيزيد ده بيزيد. لما اجي اقول لك دلوقتي لما اجي امثل الريليشن شيب بتاعه السبيد، مش هينفع امثل السبيد لوحدها، انا بمثل السكوير اوف سبيد، فهو لو مديني الريليشن بتاعه السبيد لازم اجيب السكوير بتاعها. طيب اهو هو راح مديكي الجدول جاهز، السبيد لو بواحد السكوير بتاعها كذا، والاثنين بكذا، والثلاثه بكذا، صح الكلام؟ قال لك طب والكاينيتيك انرجي بتاعك 0.5 2 4.5، فانا همشي على الارقام دي. طيب انا هنا اسهل لي امشي 1 2 3 4 في الاكس اكسس والواي اكسس، بس هو هنا رسمها لك 2 4 6 8 10 في السكوير اوف
اوف سبيد، ودي برده ما تعنينيش في حاجه. طيب قال لك لما كان عندك السكوير سبيد ب 1 كانت الكاينيتيك انرجي ب 0.5، فانا بطلع من عند ال 1 وادي 0.5 بنص اهو. طيب لما كان السكوير اوف سبيد ب 4 كانت الكاينيتيك انرجي ب 2، فانا هطلع من عند الاربعه لكام؟ للاثنين. طب لما كان السكوير اوف سبيد ب 9 كانت الكاينيتيك انرجي ب 4.5. طب ال 9 هنا فين؟ ما اكيد ما بين 8 وال 10، هي هطلع لحد ما تبقى 4.5. 4.5 فين؟ في النص اهي. وبعدين ما هو مش خط بالمسطره عادي جدا. دي كده الريليشن اللي رسمتها ما بين السكوير اوف سبيد والكاينيتيك انرجي، واحنا عارفين برضو ان العلاقه بينهم ايه؟ دايركت. فلو هو جاب لك جدول كده لازم ببتدي احوله لايه؟ للسكوير في سبيد، وصعب قوي نقول لك ارسم يعني، بس احنا ايه؟ اتعلمنا. يبقى لو جه قال لك ده الجدول كده وقال لك بس لي الماثيماتيكال ريليشن بتاعتهم، فانت هتبتدي تشوف الارقام وهيجيبها لك حاجات سهله، فتعمل 1 2 3 4 5، ولازم من الاول لو هو جايبها لك سبيد تحولها لسكوير في سبيد، مش هينفع يشتغل على السبيد لوحدها. على عكس الماس انا اشتغلت على طول ليه؟ لان انا مش هجيب سكوير اوف ماس، لكن انا بجيب سكوير اوف ايه؟ اوف سبيد، لان هو مديها لي، فببتدي اجيبه وابتدي اشتغل ما بين الكاينيتيك انرجي. هو اكيد هيبقى مديك الارقام، ممكن يجيب لك ريليشن شيب زي كده ويقول لك قول لي لما كان السكوير اوف سبيد ب6 كان الكاينيتيك انرجي بكام؟ هطلع عند ال6 لحد ما اقابل الخط اللي هو رسمه، لازم اقابل الخط اللي هو رسمه. اول ما اقابل اهو كان عندي الكاينيتيك انرجي بكام؟ ب3. يبقى انت ركز لو جالك الدياجرام ده، نشيل ده كده كله، لازم ابتدي اركز ما بين السكوير اوف سبيد، هو مديني سبيد ولا سكوير اوف سبيد والكاينيتيك انرجي. طب هو مديني دياجرام كده وفي مثلا الرقم ده مش موجود، الاربعه دي مش موجود وهو رسمها لي. طيب هو راسم لي هنا بيقول لي لما كانت الكاينيتيك انرجي ب2 السكوير اوف سبيد هتبقى بكام؟ مش الاثنين اهي، هبتدي امشي من عند 2 لحد ما اقابل الخط. انا قابلت الخط هنا صح؟ ببتدي انزل بخط تاني، يبقى انا كده عرفت ان هي كانت بكام؟ ب4. طيب لما اقول لك لما مثلا الكاينيتيك انرجي كانت ب3 او ب4، لما الكاينيتيك انرجي ب4 السكوير اوف سبيد بكام؟ مس نغم همشي من هنا عند الاربعه اهو، همشي خط لحد ما اقابل الدياجرام اللي هو راسمه لي. طب هو اتقابل في النقطه دي، هبتدي انزل بنفس الخط وكله بالمسطره عشان يديني ارقام مظبوطه، هلاقي ان المفروض ان السكوير اوف سبيد بقى بكام؟ بقى ب8. يبقى هو ممكن يديني ارقام زي مثلا هنا، ممكن بدل ما هو ما يديني دي كده يقول لي مثلا لما تكون السبيد مثلا سوري الماس ب6 الكاينيتيك انرجي بكام؟ هطلع برده بنفس السهم لحد ما اقابل الخط، كانت هنا همشي بقيت ب3. الجزء سهل جدا يعني، لو جه عليه اسئله بجد زي دي تبقى سهله، فنركز كده وان شاء الله الدنيا هتبقى بسيطه. ولو حد لسه ما فهمش او عنده سؤال يقول لي يا شباب. قال لك هنا من التو جرافز دول ان لما الماس بتزيد ده معناه ان الكاينيتيك انرجي بتزيد، ولما السكوير اوف ماس او السبيد عندك بتزيد، سوري السكوير اوف سبيد او السبيد بتزيد، الكاينيتيك انرجي برده بتزيد. اسئله وات هابن، وده الجزء اللي احنا لسه شارحينه فوق، ايه اللي هيحصل لو الكاينيتيك انرجي زادت بالنسبه للسبيد او بالنسبه للماس اهو. قال لك ايه اللي هيحصل؟ الاوبجكت ماس از دبلد. الاوبجكت ماس از دبلد يعني الام بقت سكوير، بقت ضربت في 2. يبقى المفروض ان عندك، قال لك بس شرط اساسي ان السبيد كونستانت، ما ينفعش الاثنين يزيدوا مع بعض، لازم يثبت لك واحده عشان تعرف ايه اللي هيحصل للثانيه. ما ينفعش اقول لك ايه اللي هيحصل لما الماس تزيد بالنسبه للكاينيتيك انرجي. طب انت عندك السبيد فيها ايه؟ ما انا لازم اعرف السبيد ثابته ولا بتتغير، لان طبعا الناتج كده هيختلف. فهو قال لك عند الكونستانت سبيد فطبعا الكاينيتيك انرجي هيحصل لها دبل زي ما اتكلمنا. طب ايه اللي هيحصل لو الاوبجكت سبيد از دبلد والماس عندك كونستانت؟ قلنا ايه اللي هيحصل للسبيد دبلد؟ زادت للضعف. ينفع اقول ان الكاينيتيك انرجي هتزيد للضعف؟ قلنا لا، بتزيد كام مره؟ 4 تايمز، لازم هتزيد 4 مرات لان هي سكوير. طيب ايه اللي هيحصل للاوبجكت ماس؟ decrease to the half والسبيد دبلد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الام قلت للنص والسبيد زادت للضعف بالنسبه للكاينيتيك انرجي. مس نغم بالراحه، انت قلت الماس زادت قلت للنص صح؟ يبقى الكاينيتيك انرجي لازم هتقل للنص. طب والماس زادت للضعف يعني لازم الكاينيتيك انرجي هتزيد 4 مرات. طب في مرتين منهم لحد ما يبقى الكاينيتيك انرجي زي ما هي، يبقى المفروض الكاينيتيك انرجي هتزيد لكام؟ للدبل، هتزيد للضعف، لان المفروض الماس قلت للنص ودي زادت 4 مرات، فالمفروض ان الاثنين هيتروحوا مع النص دول، فبدات تزيد مرتين اللي هو الدبل. طب ايه اللي هيحصل؟ الاوبجكت ماس decrease to the quarter، ان الماس قلت للربع والسبيد زادت للدبل. مس نغم الماس لو قلت للربع يبقى الكاينيتيك انرجي هتقل للربع. طب ولو السبيد زادت الضعف يبقى المفروض الكاينيتيك انرجي تزيد 4 مرات. يبقى طالما قلت 4 مرات وزادت ب4 مرات يبقى هي في حاجه حصل اي تغيير؟ لا، يبقى الكاينيتيك انرجي بتاعتي كونستانت ثابته. والسؤال ده يا شباب مهم قوي قوي قوي، الاسئله بتاعت الوات هابن دي حلوه جدا ومهمه قوي، وخاصه الاثنين دول لان دول يلخبطوك. يبقى انا عرفت
لما الماس بتقل ببتدي افكر الماس قلت للنص، طب السبيد زادت 4 مرات زادت للدبل، يعني الكاينيتيك انرجي قلت للنص وبعدين زادت 4 مرات، في 2 راحوا مع الاتنين عشان توصل للمعدل الطبيعي بتاعها، يبقى الاتنين الزياده دي هي زادتهم، يبقى الدبل. نفس الكلام هنا، الاوبجكت ماس قلت للربع، طالما قلت للربع طب الكاينيتيك والسبيد زادت للضعف، يعني المفروض الكاينيتيك انرجي قلت للربع وزادت 4 اضعاف، يبقى كده هي ايه؟ كونستانت ثابته. يا رب الجزئيه دي تكون مفهومه يا حلوين. طيب ندخل دلوقتي على جزء جديد وهو ريليشن ما بين البوتنشال انرجي والكاينيتيك انرجي. طيب لو جينا دلوقتي اتكلمنا على العلاقه ما بين البوتنشال انرجي والكاينيتيك انرجي، هوريكم دلوقتي حاجه عشان اعرفكم ان الحاجه الاختراع وان ممكن نستخدم الاوبشنز البسيطه جدا جدا عندنا ونعمل بندول عادي. استك ربطته في كوره عادي جدا لاني ما عنديش بندول وما لقيتش بندول دلوقتي، فالحاجه الاختراع، فهنشتغل عادي عادي. لو جينا اشتغلنا على البندوليوم او جينا اتكلمنا على البندوليوم، المفروض ادي الكوره اهي، والمفروض ان هي دلوقتي في الريست بوزيشن بتاعها، في المكان الثابت بتاعها. قال لك وانس ان انا حركتها وبدات اسيبها عماله تروح يمين وشمال يمين وشمال على الجنبين، صح؟ لحد ما تلاقوها كمان شويه ثبتت في مكان في النص، النقطه بتاعتها في النص تاني. ايه الكلام ده؟ قال لك دي بيبين لك العلاقه بين البوتنشال انرجي والكاينيتيك انرجي. هنشتغل وبعدين نكمل شرح عليها، بس نفهم الرولز الاول بتاعتنا. قال لك نفس الكلام، هو الراجل بقى ما عملكش بندول، هو جاب لك زي حوض كده مقسوم نصين، قال لك رمى فيه كوره، الكوره راحه جايه راحه جايه. قال لك ان البول عندي او الكوره عندي لما مشيت من النقطه A للنقطه B بدات الكاينيتيك انرجي اللي عندها كلها تتحول لبوتنشال انرجي، ولما رجعت تاني للنقطه A بدات الكاينيتيك انرجي تزيد، هتروح تاني للنقطه C هتزيد البوتنشال انرجي، وبعدين وهي راجعه تتحول لكاينيتيك انرجي. مش فاهم الحوار بتاعك ده عايز ايه يعني؟ المفروض ان انت عندك تو بوزيشنز مع البندول، البوتنشال انرجي والكاينيتيك انرجي، ده اللي هنشتغل عليهم. قال لك ان at rest position في النص بتاعك عندك ده اعلى كاينيتيك انرجي، الماكسيمم كاينيتيك انرجي بتاعك. طبعا الجوانب اقصى مسافه بيوصل لها كوره في الناحيتين او البندول في الناحيتين، دي عندك الماكسيمم بوتنشال انرجي، اعلى بوتنشال انرجي. تاني at rest position في النقطه اللي في النص بيكون عندك الكاينيتيك انرجي ذا ماكسيمم. 8 ذا ماكسيمم هايت بيقدر يوصل له الكوره، ده بيبقى اسمه الماكسيمم بوتنشال انرجي، اعلى بوتنشال انرجي. لو لاحظنا دلوقتي ان الكوره عندي لو حركتها بدات تتحرك، صح؟ قال لك ان المفروض بتلاقي ان هي عماله تزيد وهي رايحه في النص وراجعه. طيب وبتقل فين؟ في الجنب، يعني انا لو رفعتها كده الماكسيمم هايت بتاعها، الماكسيمم هايت اللي هي بتوصل له دلوقتي اللي هو ده اسمه البوتنشال انرجي. طيب والنقطه اللي هي اترست بوزيشن اللي هي بتروح وبتيجي ناحيتها دي الكاينيتيك انرجي بتاعتها. طيب نكمل. ادي السمبل بندوليوم بتاعي اللي احنا كنا شغالين عليه دلوقتي، ادي النص اللي هو الريست بتاعك، الماكسيمم هايت هنا وهنا. قال لك ان المفروض ان الماكسيمم هايت اللي بتوصل له البوتنشال انرجي بتبقى عنده الاعلى حاجه، والكاينيتيك انرجي بتبقى زيرو. نفس الكلام الناحيه الثانيه، البوتنشال انرجي هتبقى اعلى حاجه والكاينيتيك انرجي هتبقى زيرو. طب والسبيد بتاعت الكوره زيرو برضو. طب ات ريست في في الاوريجينال بوزيشن بتاعها في المكان الطبيعي بتاعها، قال لك الكاينيتيك انرجي هي اللي بتبقى ات ماكسيمم، اما البوتنشال انرجي بزيرو، وطبعا السبيد هتبقى ماكسيمم معاها. وعلى فكره الكام نوت دول مهمين قوي. قال لك ان الاوبجكت عند ماكسيمم بوتنشال انرجي ات اتس هايست بوينت. طيب البولز كاينيتيك انرجي بتوصل للماكسيمم بتاعتها لما بتعدي بمين؟ بالاوريجينال بوزيشن او الريست بوزيشن. بيديكريز البوتنشال انرجي كل ما الكاينيتيك انرجي بتزيد، وبتقل كل البوتنشال انرجي والديكريز البوتنشال انرجي. يبقى انا عندي البوتنشال انرجي بتقل لما الكاينيتيك انرجي بتزيد، والعكس الكاينيتيك انرجي قلت البوتنشال انرجي زادت. هدخل دلوقتي على جزء جديد، وجزء يعني اتكلمنا عليه خدناه قبل كده، كنا بنقول الميكانيكال انرجي هي الكاينيتيك انرجي مجازا كده. جه وقت ان احنا ناخد الميكانيكال انرجي اللي هي الطاقه الميكانيكيه دايركت. قال لك ان الميكانيكال انرجي دي عباره عن السمشن، المجموع بتاع البوتنشال انرجي والكاينيتيك انرجي مع بعض. الكاينيتيك انرجي مع البوتنشال انرجي مجموعه مداني مين؟ الميكانيكال انرجي، والاختصار بتاعها ام اي عادي زي الكاينيتيك انرجي كي اي والبوتنشال انرجي بي اي عادي. طيب السمشن بتاع البوتنشال انرجي اللي هو البوتنشال بتاع السمشن بتاع البوتنشال انرجي والكاينيتيك انرجي هو الميكانيكال انرجي. يبقى انت الرول بتاع الميكانيكال انرجي عندك ايه؟ البوتنشال انرجي بلس الكاينيتيك انرجي. طيب المفروض لما يجي يقول لك طيب كالكوليت الميكانيكال انرجي، وعلى فكره الاسئله دي بجد يا شباب والله سهله جدا. كالكوليت الميكانيكال انرجي للموفينج اوبجكت، لو انت عرفت ان البوتنشال انرجي از 1000 جول، يبقى انت عندك البوتنشال انرجي 1000 والكاينيتيك انرجي 230.
يبقى انت عندك البوتنشال اكبر من الكاينيتيك، ماليش دعوه، انا هكتب ان هي الميكانيكال انرجي بيساوي، لازم اكتب الاول بوتنشال انرجي بلس الكاينيتيك انرجي اللي هو هنعوض بكام 1000 بلس 230 هو اداك الناتج على طول اهو. طيب بيقول لك ان عندك كوره بتقع لتحت، الكوره بتقع لتحت اهي، ادي الدياجرام اهي، مش المفروض كده الكوره بتقع؟ يعني المفروض البوتنشال انرجي عماله تقل والكاينيتيك انرجي عماله تزيد. قال لك ان هي وهي فوق خالص لسه عندها البوتنشال انرجي اعلى حاجه والكاينيتيك انرجي صفر. طب لما بدات تنزل بدات البوتنشال انرجي تقل والكاينيتيك انرجي تزيد. طب امتى البوتنشال انرجي هتبقى بتساوي الكاينيتيك انرجي؟ في النص. اول ما تبقى الكره في النص هتبقى كميه البوتنشال انرجي بتساوي كميه الكاينيتيك انرجي. طيب لو الكره بقى وصلت لتحت بقت الكاينيتيك انرجي عندها اعلى حاجه والبوتنشال انرجي بقت بزيرو اهي. كل ما بنمشي الكاينيتيك انرجي بتزيد والبوتنشال انرجي بتقل، وراح قايل لك ات ميد بوينت في النقطه اللي في النص ان البوتنشال انرجي بيساوي الكاينيتيك انرجي. يعني لما اجي اقول لك الميكانيكال انرجي هتساوي ايه؟ هتساوي بوتنشال انرجي زائد الكاينيتيك انرجي، هما الاثنين بيساووا بعض اصلا اهي. طب في الارض قال لك ان الكاينيتيك انرجي هتبقى اعلى حاجه والبوتنشال انرجي بزيرو والميكانيكال انرجي بتساوي الكاينيتيك انرجي. ايه ده ليه؟ مش احنا قلنا ان البوتنشال انرجي بزيرو وقلنا ان الميكانيكال انرجي بتساوي البوتنشال انرجي زائد الكاينيتيك انرجي؟ طب لما اقول البوتنشال انرجي بزيرو خلاص بقت الميكانيكال انرجي اوريدي بتساوي الكاينيتيك انرجي. نفس الكلام لما اقول لك ات ذا ماكسيمم هايت في اعلى حاجه الكاينيتيك انرجي بزيرو، فطبيعي ان الميكانيكال انرجي هتساوي البوتنشال انرجي بس. يبقى ممكن اقول لك when متى لما اقول لك مثلا سؤال when the kinetic energy equal mechanical energy هتقول لي ايه؟ at when the potential energy equal zero اللي هو at ايه؟ at the ground. طب when الميكانيكال انرجي equal potential energy هتقول لي at the maximum height when the kinetic energy equal زيرو. يا رب الدنيا كده تكون مفهومه. ايه دي اسئله اهي، والاسئله دي عندك محلوله. بيقول لك مثلا لو غنى كوره المثال كده بالوايم كده وحليناه احنا ولغينا الاجابات. طيب بيقول لك البول ماس اوف 5 كيلو جرام fall from a height of 8 meters، خليها بالازرق. فانت عندك الماس هي equal 5، وركز عشان هو هيقول لك على حاجه مهمه دلوقتي. ووقعت من height equal 8 يبقى ال h equal 8. طيب down toward the ground وقعت على الارض، عايزك تحسب الكاينيتيك انرجي والبوتنشال انرجي في الكيسز اللي قدامك دي. طيب عند الاعلى بوينت، طبعا عند اعلى بوينت الكاينيتيك انرجي احنا واخدين ايكوال ايه على طول من غير ما افكر؟ زيرو. طب البوتنشال انرجي بتساوي كام؟ احنا اصلا واخدين القانون بتاع البوتنشال انرجي الويت في الهايت صح؟ بس نغم طب انا معيش الويت، مش انت معاك الماس؟ ومعاك الجرافيتيشنال فيلد انت ناسي؟ طب مش انت عندك قانون بيقول لك ان الويت ايكوال ام في جي؟ يبقى انت ممكن تشيل الدبليو دي وتحط ام في جي على طول، يبقى هتقول ان البوتنشال انرجي ايكوال ام في جي في اتش. هنعوض اللي هو 8 ملتبلاي 5 ملتبلاي 10، هنعوض بالارقام هيديك 400 نيوتن تقريبا. طيب لما اجي اقول لك ان ذا ميدل، في الميدل هتبقى الكاينيتيك انرجي ايكوال كام والبوتنشال انرجي ايكوال كام؟ هنقسم البوتنشال انرجي على 2 اللي هي 400 divided 2 equal كام؟ 200 جول. طب مش احنا قايلين ان في الميدل بيكون البوتنشال انرجي ايكوال الكاينيتيك انرجي؟ فهتقول لي برده الكاينيتيك انرجي في البوتنشال ايكوال البوتنشال انرجي ايكوال 200 جول. طيب بيقول لك احسب at the ground او في الارض بقى، يبقى انا عرفت ان البوتنشال انرجي عندي بزيرو. طب الكاينيتيك انرجي يا مس نغمه احسبها ازاي؟ انا عندي القانون بيقول ان الماس في السبيد وانا معيش اي حاجه منهم. يا بابا مش انت عندك كميه البوتنشال انرجي كلها بقت في الارض؟ يبقى كل البوتنشال انرجي اتحولت لكاينيتيك انرجي، يبقى الكاينيتيك انرجي ايكوال كام؟ 400 برضه. يبقى انت عندك في الجراوند ايكوال كام؟ ايكوال نفس الرقم اللي هو 400 جول برضه. يبقى انت عندك ان لو جيت قلت لك في الميدل فالبوتنشال انرجي بتساوي الكاينيتيك انرجي، فهقسم الرقم اللي طلع لي ده على 2. طب الكاينيتيك انرجي في الارض طالما وصلت للارض يبقى كل البوتنشال اتحول لكاينيتيك، بقت الكاينيتيك انرجي ب 400 خلاص. يبقى نفكر في الاسئله دي عشان فيها فكره. طيب نحل مع بعض السؤال ده بقى. ندخل بقى في السؤال بتاع اللي بعده. بيقول لك a car starting from rest at position A، اتحركت من البوزيشن A. move down a slope، بدأت تنزل لتحت until it reaches the ground at point C، عند النقطة C. بقول لك لو الكارز ميكانيكال انرجي is 600، يبقى انت عرفت ان انت عندك الام اي، يبقى انت عرفت عندك ان الام اي كلها ايكوال 600. بيقول لك لو انت عرفت ان الكار ميكانيكال انرجي 600 بوزيشن بي، يعني هي الميكانيكال انرجي هنا كانت 600. فبيقول لك عايز تحسب البوتنشال انرجي ات بوزيشن A. طب انت عارف ان الميكانيكال انرجي طبعا بتساوي البوتنشال انرجي بلس الكاينيتيك انرجي صح؟ طيب فبيقول لك ان البوتنشال انرجي عند البوزيشن A اكيد هيساوي الميكانيكال انرجي، لان الميكانيكال انرجي بتساوي البوتنشال انرجي ات ذا توب في الهايست بليس صح؟ يبقى بتساوي 600 جول.
بنستخدم بس ده الميكانيكال انرجي هنا بيقول لك بوتنشال بلس كاينيتيك، ما احنا اتفقنا ان كميه البوتنشال اللي بتروح بتساوي كميه الكاينيتيك اللي بتبقى موجوده. تمام كده؟ طيب عايز الكاينيتيك انرجي ات بوزيشن سي، الكاينيتيك انرجي ات بوزيشن سي برضه هتبقى اعلى حاجه اللي هي 600 جول. طيب بيقول لك عايز البوتنشال انرجي ات ذا ميد بوينت اوف سي، عايز البوتنشال انرجي عند سي تبقى طبعا بزيرو. طيب بيقول لك عايز بعد كده الكاينيتيك انرجي ات بوزيشن بي، عند البوزيشن بي عايز الكاينيتيك انرجي. لو انت عرفت ان البوتنشال انرجي عند البوينت at the point equal 400 كيلو جول، يبقى عايز الكاينيتيك انرجي عند البوتنشال انرجي عند النقطه دي. لو عرفت ان البوتنشال انرجي عند النقطه دي كانت 400، طيب مش احنا عندنا ان الميكانيكال انرجي equal البوتنشال انرجي بلس الكاينيتيك انرجي، صح ولا لا؟ طيب هنعكس، هيبقى الكاينيتيك انرجي ايكوال كام؟ الميكانيكال انرجي ماينس البوتنشال انرجي. طب انت عندك البوتنشال انرجي بكام؟ انت عندك الميكانيكال انرجي ب 600 والبوتنشال انرجي ب 400، معنى كده ان الكاينيتيك انرجي ايكوال كام؟ 200 جول. يا رب كده ما يكونش فيه مشكله. ندخل في اللي بعده، شويه ابلكيشنز، دي اخر حاجه خالص هناخدها في الدرس. اول حاجه خالص بيقول لك على الجنريشن بتاع الالكتريستي في الهاي دام، توليد الكهرباء في السد العالي. قال لك ان المفروض ان انت عارف ان الهاي دام ده في اسوان، وده يعتبر من اهم الوسائل اللي بستخدمها عشان اولد الكهرباء بيها في مصر، وخاصه في العقود الاخيره. قال لك ان الانرجي بتبتدي تحصل لها ايه؟ قال لك ان الميه بتبتدي يحصل لها ستورد معايا بقى. قال لك ان المفروض ان انت عندك الخزان ده بيخزن ميه، ده السد العالي في خزانات بتخزن ميه، طول ما الميه متخزنه لسه جواها عندها اي نوع من الانرجي، طالما يبقى متخزنه يبقى عندها ستورد انرجي، يبقى بوتنشال. قال لك وانس ان انا خليت فتحت اللي هي التورباينز دي وبدات اخلي الميه يحصل لها رش، ابتدت تدخل او تعدي من الخزان ده، قال لك هيبتدي اندفاع الميه ده يحول البوتنشال انرجي اللي عنده لايه؟ لكاينيتيك انرجي. قال لك فبينزل يشغل لي كل التورباين اللي موجوده عندي عشان تبتدي تعمل لي جنريت لمين؟ للالكتريستي. يبقى انت البوتنشال انرجي اللي متخزنه في الميه اتحولت لكاينيتيك انرجي، الكاينيتيك انرجي دي خلت التورباين تشتغل فولدت لك ايه على طول؟ الكتريستي. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها الدومينيشن بول، الدومينيشن بول دي كانت كوره موجوده زمان كنت واخدينها في سنه رابعه اسمها الريكنج بول، الكوره اللي مسؤوله عن هدم البيوت القديمه، كوره حديد كبيره قوي اللي هي دي اهي. قال لك اول حاجه ان دي بستخدمها عشان اعمل دومينيشنج للاولد بيلدينج، اللي هي بريكنج داون للاولد بيلدينج، بدل ما اكتب دومينيشنج عشان غلط سوري صعبه فاكتب مكانها بريكنج داون. طب يبقى لما اقول لك ايه وظيفتها؟ بتعمل بريكنج داون للاولد بيلدينج. طيب الانرجي ترانسفورميشن اللي فيها بيحصل ايه؟ قال لك اول حاجه انت عندك هنا بوتنشال انرجي المفروض متخزنه جواها، صح؟ برافو. قال لك اول ما بتبتدي تتحرك ايه اللي بيحصل؟ بيبتدي كل البوتنشال انرجي دي عند ارتفاع كبير كلها بتتحول لايه؟ لكاينيتيك انرجي نتيجه الحركه بتاعتها، فبتكسر البيت. طيب اخر حاجه خالص الميديكال ابلكيشن، بيقول لك ان المفروض لما بنيجي نرفع حاجه تقيله من على الارض ما ينفعش اوطي بظهري وارفعها، غلط، لان انا بحمل كله على العمود الفقري عندي وده غلط جدا. لازم بخليها بحمل على دراعي، ان انا ببتدي اوطي برجلي واشيل، بحاول اشيل ان انا احمل الضغط كله على رجلي، لان العمود الفقري بتاعي لو اتأذى انا مش هقدر اتحرك. فبالتالي لما بيجي يقول لك تيجي تشيل حاجه، بيقول لك تجنب ان انت تشيل حاجه على ظهرك، بنشيلها كده بالظبط على رجلي. طيب نفس المنظر ده اهو، ما بشيلهاش بالمنظر ده، ببتدي ارفص كده زي ما بنقول واشيلها. قال لك طيب بيقول لك avoid lifting، ان انت تشيل حاجه من على الارض that harm your spine، بتنزل الحبل الشوكي بتاعك. ده معناه ان هو ان انا لازم احمله على مين؟ على الليج ماسل. قال لك ليه؟ قال لك عشان اعمل distribution للويت، اوزع الوزن بتاع الحاجه دي فما تاثرش على جسمي. يبقى الابلكيشنز دي مهمه قوي يا شباب، سواء generating electricity، سواء demolishing the old building او breaking down the old building، او الميديكال ابلكيشن بتاع ان انا avoid ان انا اشيل حاجه على السباين بتاعي عشان ما تاذيهوش، ابتدي اساعد بالليج ماسلز عشان اعمل distribution للويت. وبكده نكون خلصنا الدرس الثاني بتاعي واكون خلصت يونت 2. يا رب تكون الدنيا كانت بسيطه وجميله كده. نعمل سمري بسيط كده وسريع على الدرس بتاع النهارده. احنا اتكلمنا فيه على الكاينيتيك انرجي، عرفت ان الكاينيتيك انرجي ده عباره عن الورك دان اون ذا اوبجكت during its motion، وعرفت بعد كده ان عندي تو فاكتورز بيأثروا لي على الكاينيتيك انرجي اللي هو الماس والديستانس سوري الماس والسبيد. عرفت ان الماس بتزيد يبقى الكاينيتيك انرجي بتزيد، والسبيد لما بتزيد الكاينيتيك انرجي بتزيد. عرفت ان الكاينيتيك انرجي ايكوال هاف ام في سكوير، ولازم الفي عندي تبقى سكوير. وخدت ايه اللي هيحصل لو الفي زادت للضعف او قلت للنص، والجزء ده كان مهم قوي يا شباب.
اتكلمت بعد كده على العلاقه بين البوتنشال انرجي والكاينيتيك انرجي، ان البوتنشال انرجي بتبقى ماكسيمم ات ذا هايست، والكاينيتيك انرجي بتبقى ماكسيمم ات ذا ريست او الاوريجينال بوينت بتاعتها. وهنا البوتنشال انرجي بيبقى صفر، لكن على الهايست بوينت بيبقى الكاينيتيك انرجي هو اللي صفر. خدت بعد كده حاجه اسمها الميكانيكال انرجي، وعرفت ان الميكانيكال انرجي دي عباره عن السمشن بتاع البوتنشال انرجي والكاينيتيك انرجي مع بعض، وان البوتنشال انرجي بيساوي الميكانيكال انرجي ات ذا هايست بوينت، وان الميكانيكال انرجي بتساوي الكاينيتيك انرجي ات ذا لوست بوينت او ات ذا جراوند. وعرفت ان اوريدي ان كميه البوتنشال انرجي اللي عند هايست بوينت هي نفس الكاينيتيك انرجي اللي بتبقى تحت، اللي هو جاب لك السؤال زي ده. وفي الاخر خدنا الابلكيشنز اللي احنا لسه واخدينها. اتمنى الدنيا كده تكون بسيطه وجميله يا حلوين. نركز ونذاكر ونحل الواجب عشان في امتحان هينزل هيضم اسئله كلها، هيبقى تشوز، امتحان تشوز كله هيبقى كله على يونت 1 ويونت 2 كامل، هيبقى حوالي 30 سؤال كده متفرقين، فلازم نكون داخلين عشان هو ينزل على المنصه، فلازم نكون داخلين وعاملين اكونت عليها عشان ناخد المعلومه بتاعتنا كامله ونمتحن ونعرف المستوى بتاعنا عامل ازاي. واللي عنده اي استفسار زي ما قلت لكم ابعتوا لي وهنجاوب على بعض ان شاء الله. اشوفكم على خير اليونت الجديده.